أهلا بيكم. مش كل باب بيتفتح بيكون وراه خير، وفي ناس لما تلعب بالنار ما تستغربش لما تتحرق بيها. في مكان هادي جدا 2 ستات كانوا معروفين إنهم بيفكوا الكرب ويقربوا البعيد ويحققوا المستحيل، بس اللي محدش كان يعرفه إن اللي بيعملوه كان أخطر بكتير من مجرد كلام. كوثر وسعدية اسم الاتنين إخوات عملوا حالة من الرعب والجدل في محافظة المنوفية سنة 2003. الحكاية بدأت لما اشتغلت كوثر وسعدية في الدجل والشعوذة، وحولوا بيتهم لوقر، أوضة يقابلوا فيها الزباين، وأوضة تانية يمارسوا فيها الأعمال السفلية، وأوضة تالتة مليانة عظم ودم وطلاسم وطقوس لممارسة السحر السفلي والأسود. ناس كتير قالت إنهم عملوا صفقات مع الشيطان وإنهم كفروا واليعوذ بالله، لدرجة إن كوثر كانت بتقول للناس أنا اتجوزت الشيطان وبقيت مراته. طبعا قدروا يضحكوا على أهل القرية ويدخلوا في دماغهم كلام السحر والربط والأعمال علشان يستغلوهم وياخدوا منهم فلوس، لحد ما قابلوا واحد جزار كان متجوز من منوفية. كان راجل كويس وسمعته كويسة، وهموه إن مراته عامله له ربط وسحر. الراجل دفع لهم كل اللي وراه واللي قدامه، وحاله اتغير خالص، بقى مديون ومش مركز في شغله وبيجري ورا كلام الدجالين. ولما الناس اللي حواليه نبهوه إن من ساعة ما عرف الاتنين دول وهو حياته اتدمرت وعلاقته باظت مع مراته، بدأ يكرههم وبقى يجيله كوابيس إن لازم يخلص على كوثر وسعدية اللي نصبوا عليه باسم الدجل والشعوذة. وبدأ يفكر إنه لو سرق الذهب اللي لابسينه كوثر وسعدية هيقدر يسدد ديونه، وإنه من حقه لأنهم نصبوا عليه. وفعلا كان في القاهرة وسافر على المنوفية. وصل بيت كوثر وسعدية الساعة 6 الصبح، خبط ودخل، بس كان مخبي سكينة الجزارة بتاعته الحامية تحت الجلابية. وبعد ما قابلوه وأول ما كوثر لفت ظهرها شعبان خلص عليها، ولما أختها سعدية صحيت مفزوعة ملحقتش تجري، كان شعبان مخلص عليها هي كمان جنب أختها. شعبان محسش بنفسه لو هو بيذبحهم. كوثر وسعدية كانوا لابسين 30 غوشة دهب وخواتم كتير، بس لما جه شعبان علشان يقلعهم الدهب من صوابعهم وإيديهم معرفش بسبب تورم الجسم، ودي حاجة بتحصل أحيانا بعد الموت. بس شعبان عمل اللي بيعمله في المحل بتاعه، مسك السكينة وخلع بيها إيديهم وحطها في كيس بلاستيك وخرج علشان يعرف يقلعهم الدهب براحته. شعبان كان عامل حسابه لابس جلابيتين فوق بعض، قلع اللي اتوسخت من الدم ورماها في مصرف القرية مع الكفين بعد ما قلعهم الدهب، وكان مخطط ومرتب لكل حاجة. رجع القاهرة وقعد مع ناس يعرفهم علشان يكون دليل لو البوليس حقق معاه. لما الناس اتفاجئت بموت كوثر وسعدية بالطريقة البشعة دي بلغوا الشرطة، وبدأ رجال المباحث يحققوا مع كل الناس اللي كانوا بيترددوا عليهم. رجال المباحث شكوا في شعبان بسبب خبرته في الذبح، خصوصا انهم شافوا اللي حصلوا مع كوثر وسعدية. طبعا بعتوا جابوه وحققوا معاه، بس كان شعبان مستعد وطلب شهادة الناس اللي كان معاهم. بس لما رجال الأمن ضغطوا عليه في التحقيقات شعبان انهار واعترف بكل حاجة. شعبان قال في المحكمة للقاضي كنت فاكر إن لما أذبحهم السحر هيتفك وارتاح، دول خربوا حياتي يا باشا، أنا مش ندمان على قتلهم. المحكمة في النهاية ما اقتنعتش بكلامه وحكمت عليه بالإعدام. بس أهالي القرية بعد موت كوثر وسعدية حسوا بالراحة، خصوصا بعد ما خربوا بيوت كتير قوي وعملوا مصايب بالسحر والشعوذة اللي في الآخر منفعهمش. سعدية وكوثر قضوا عمرهم يلعبوا على وجع الناس ويبيعوا الوهم باسم السحر، ويفتكروا إن الشر دايما ليه طريق هروب. بس الحقيقة إن الشر مهما طال لابد يرجع لصاحبه.
ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة حكايات رعب مع رشا عشان تعيشوا معانا الرعب بكل تفاصيله.